اكو حفل مال عرس، فكانت بغجريه تغني في منطقتنا، وكنت من ضمن الاطفال اللي صعدنا الحائط وسمعت البيت تقول بطلت ما اقوليش من جرحي حا، شي دورت ولقيت عد شامي تدور. الله الله. وانا اروح كل عطله لابوي. هذه يا سنه؟ هذه بال 55 هذا البيت. فكنت اروح لابوي في كل عطله، يعبروني ببلم بالغراف. نعم. يعني هو بمنطقه القاطعيات، وانا اعبر له من يم بيت مزيود الله يرحمهم، واعبر له بالبلم يعبروني. فانا هو شافني وقف على شفه مال الشط. فقال لي ها ابويا، قلت له ابويا جبت لك صوغه. قال عافيه يا ابني جبت لي مدقوقه، هو يحب المدقوقه. قلت له لا. قال شاش جبت لك ليه؟ قلت له لا جبت لك بيت دارمي سمحت الكاوليه تغني. ضحك هو. قال لي شو تقول؟ قلت له بطلت ما اقول ليش منفعل وياه طبعا. قال لي عافيه ابني، فوسني انطاني الشريه. تعرف شنو الشريه؟ ترس شريه لك طعام. هذا تقايضه ويا العطار اللي يمر بالمكان، حامض حلو بشكليت باي شيء يقايضك. يعني لقيت بنيه حبيبها رايح للكويت كعيبر قبل يسمى بدون جواز حتى يجمع الاعداد ماله. فانا طالع من المدرسه قالت لي ما تعرف تكتب؟ قلت لها قال اكتب لي مكتوب. جميله جدا، قاعده بالفي مال البيوت قاعدين ياكلين هاي يتسوقها من العرب. طلع الدفتر المدرسه وقمت اكتب. كتبت، هي تريد لي وانا اكتب. بالاخير قالت يما اكتب هذا البيت وياه. عم دردود الروح ويعاصف الريح، بلش بمحاره هوايه من تصفن الطير. الله. ليش غيرها وغيرها؟ فدعة شاعر، فدعة مو شاعرة اللي تنبأت بكلمات لم تأتي إلا بالقرآن، وهي أمية. سبحان الله. الآية مو تقول أو يعلم الإنسان مما خلق؟ نعم. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. صح. مو بس بالقرآن. تمام. شلون تقول كانون لك يا حسين ساجب ما بين صلبي والترائب؟ الله. اي والله. وهي أمية فعلا. ما تقرأ. وين قرأتها يعني؟ وين قرأتها؟ زين شو ما ادري تايتانيك هاي الباخرة اللي غرقت الأمريكية سنة 1912. نعم. 22 أو 12 لا أعلم بالضبط. شو تقول هي؟ تقول له يصلوا على الحومة يتمشرق، يسن الصخر بالماي الأزرق، الله، من المراكب تغدي يشرق. الله الله. ما ادري يسن صخري حطه ماي الباخرة. فعلا وصف دقيق جدا للتايتانيك. هذه شاعرة وعراقية وأمية